السلام عليكم، شني احوالكم؟ طمنوني عليكم. شني رايكم بشويه فارينه وشويه خميره وشويه ماء بالطبيعه باش نلموا بيه تحلوا بيتزاريه في الدار، تعملوا اللي تحبوا عليه وتشتهوا. صدقوني كانكم شارين الحاجه من برا او انه على عينيكم. رسيت بنينه على الاخر، سهله وبسيطه. ما نطولش عليكم، ما تنسوا تشاركوا في القناه، تشاركوا الفيديو مع حبيبكم واصحابكم، ولازم تعطوني رايكم في الكومنتات. قولوا بسم الله ونتوكل على ربي. الروسيت خذيتها من قناه نيرو التونسيه، نيرو شانيل. اهو حطيت لكم القناه نتاعها باش تعرفوها، تلقوني زيد حطيت لكم الليام نتاعها في صندوق الوصف. باهي بسم الله. المكونات بساط، عندنا 500 غرام فارينه، باش نحط عليهم 5 ولا 6 غرامات نتاع خميره نتاع خبز عادي، ما فيها حتى شيء اخر. وشويه على راس المغرفه كيف هكاك مغرفه صغرونه، معناها الربع نتاعها خميره نتاع جاتو. قعدت مركحت لكم قداش من مره باش تعرفوا العيار. ولهنا نضيف مغرفه صغيره عسل ولا سكر المتوفر عندكم، وزوز ولا 3 مغارف زيت زيتونه ولا الزيت المتوفر عندكم، زيت كيف ما تحبوا. بالطبيعه زيت زيتونه وحده يبن. باش نخلط العجينه نتاعي كيف ما هكاكا بالمغرفه وكاهو، ما فيها حتى شيء. راهي العجينه هذه بسيطه وسهله على الاخر. بالطبيعه ما نسويش الملح، ضفت انا مغرفه صغيره هكاكا ملح، وتبقى الملح حسب نتوما واختياركم. باهي كيف ما تشوفوا نحط الماء ونخلط ونشوف روحي حتىش نجم نلم العجينه نتاعي الكل. لازمها تكون طريه شويه، معناها تعطينا الطوع وتتلصق، اما مش هاجري على الاخر راهو. وما تحتاجش برشا عجين كيف ما تشوفوا فيه انا كيفاش نعجن انا تو. في ساعه هيك لموا بيديكم هكا، هو راهو ساهل على الاخر هاوين، ولا تحتاج عجينين برشا لا حتى شيء. مشكون في حاجه تحطوها معناها على الرخامه مثلا، مش تقعدوا تعجنوا فيها ولا حاجه. كيكه هاوين قدام عينيكم معناها. حاسلوا بعد ما نكمل انا باش نعجنها شوفوا كيفاش تتلصق. لازمها تبدا طريه شويه، انا جاتني طريه شويه زدتها الفارينه. حاسلوا لازمها تبدا طريه، تشوفوا القوام في الاخر كيفاش يكون. من بعد باش نغطيها وباش نحطها في الفريجيدير نتاعي. باهي في الطريقه الاصليه اللي قالت عليها نيرو واللي انا جربتها قداش من مره، اني نخلي العجينه كيف ما هي هكاكا حتىش منه غدوه ولا حتى مده 3 ايام في الفريجيدير عادي. بالنسبه لي انا المره هذه الصحفه ولا الحاجه اللي حطيت فيها كانت صغيره شويه، فقلت خليني نبدل هكا التكنيك ونجرب حاجه مختلفه. باهي شنو عملت؟ حطيت العجينه نتاعي في الفريجيدير كيما نقولوا احنا بعد 4 سوايع 5 سوايع، كي شفتها هكا خمرت مليح مليح وطلعت على الاخر في الطنجره معناها كيما تشوفوا كيما هكا في الصحفه. سامحوني. عاودت هبطتها، حطيت لها نقيتها زيت وعاودت هبطتها، وكيف ما تشوفوا كيما هكاك نقعد نضرب فيها كاني نعمل في الفطاير ولا حاجه، فهمتوا؟ حتىش نشوفها تبدا عامله كيف لمبي. نغطيها ونعاود نرجعها للفريجيدير. انا العمليه هذه عاودتها 3 مرات. باهي 3 مرات عملتها. انتم هاك كيف ما تحبوا تعملوا كيفي انا، ولا تحبوا تخلوها كيف ما هي حتىش تجبدوها منه غدوه، انتم احرار. خليوها المهم 24 ساعه في الفريجيدير ملوطه. ولهنا تعديت نحضر في الدجاج نتاعي. حصيلو تنكتب لكم اللوفيح نتاعو في اول تعليق. الطريقه نتاعو سهله على الاخر، ديجا شاركتكم طريقتها بالضبط في الفيديو نتاع الساندويتشات، كان ترجعوا تلقاوه. هكا هو يجيكم طري وبنين يهبل وفاوح على الاخر. ولهنا العجينه نتاعي خرجتها قبل ما نطيبها بساعتين باش تاخذ الحراره نتاع الغرفه. شوفوا كيفاش تكون، بسم الله ما شاء الله، تهبل يا البنات، تهبل تهبل. حطيت على الرخامه نتاعي شويه فارينه، وباش نقسم العجينه نتاعي من غير ما نخرج منها الغاز. ردوا بالكم تخرجوا منها الغاز، خلوها محافظه على الهواء اللي فيها. حسيلو نهزها بشويه ديما بالفارينه عاونوا. انا حبيت نعمل منها مقلوب، اما فما حاجه صارت نحكي لكم عليها في قدام شويه. حسيلو فوليت عملت منها كعبتين بيتزا. قصدي كيفاش تعطيكم الطوع بسهوله تامه. هذه اول كعبه بيتزا حبيت نعملها على شكل مستطيل. حسيلو غزو فقاعات الهوية راهو تهبل تهبل تهبل. حسيلو الطريقه نتاع كيفاش نرفعوا الوحده معناش نحطوها وريتها لكم قبل. باش طيبوها في كوشه تكون سخونه سخونه سخونه، نار 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 نار، على الاقل تكون شاعله قبل نصف ساعه اقل حاجه. واستعملوا حاجه تكون سخينه سخون، تكون خشينه ماذا بيا كيما الطاجين حاجه هكا. تنجموا نتوما تجدلكم سخان وتبدو حاطينها من الاول، من اول ما بديتوا تسخنوا الفور. الصوص نتاع البيتزا شاركتها معاكم زيد قبل، ولهنا حطيتها في الخبازه. باهي الخبازه نتاعي مستانسه نطيب فيها ما شاء الله، الحاجه تطلع لي روعه. المره هذه لسبب مجهول ما حبش تسخن لي مليح مليح، وما حمرتليش الجناب كيما انا كنت نحب ونتمنى. وقداش غلطتني على الاخر، والله البنات مش نورمال، غلطتني على الاخر الفازه.
حاسة لو تحبوا تسألوني أي حاجة اسألوني في الكومنتات. الفيديو ما حبيتوش يكون طويل برشا بصراحة، على خاطر ما شاء الله المشاهدات نتاعكم مدوختني. مش عارفة شنو نعمل لكم لهنا. تعديتش نحضر قولوا معايا الباجيت فرسي باهي. حسي لو حطيت صوص البيتزا طرف الدجاج نحط جبن، ولهنا عملت غلطة اني انا المفروض كنت نحط شوية فارينة على الورق نتاع الزبدة، اما انا نسيت فلصقت لي شوية، معناها هكا تعبتني شوية، اما مش صافا مشي. وزيت عملتها طويلة برشا فقسمتها في النص. حسيلو البنات نحب نقول لكم اعملوا العجينه وانتم مطمنين، صدقوني والله العظيم روعه. انا كيف جربتها قسما بالله العظيم قعدت يا نيرو يرحم والدين والديك بارك الله فيك، بالحق قريتها بالعلم مش اول مره انا نجربها. راهي الروسيت روعه روعه روعه، بالحق يرحم والديك يا نيرو. وبالحق نقولوا يرحم والدي كل حد علمنا حاجه ولا عاوننا بحاجه، على خاطر يستاهل كي حد يعاونك هكا بحاجه حتى بسيطه. بالحق والله العظيم يرحم والدي. شوفوا البنات العجينه كيفاش تكون، راهي طريه راهي طريه معبيه هواء وخفيفه خفيفه، تشوفوا انتم قدام عينيكم راهي تهبل تهبل تهبل. جربوها وانتم مطمنين. حسيلو ليل محمد رسول الله قلت لكم تنجموا تعملوا بها اي حاجه تخطر على بالكم. انا يحبوا معناها يحبوا الشطون الحقيقه، فعملتها هكاكا كيف ما هم يحبوا بالدجاج. انتم تنجموا تنوعوا تعملوا كيف ما تحبوا. هذه هي الباجيت اخضر كيفاش تجيكم طرية. تأكدوا 1000% طرية. أهم حاجة تمشوا على النصايح اللي قلتها لكم. زيدوا اعملوا طلع عند نيرو تشوفوا زيد هي كيفاش عملت العجينة بالتفصيل. ما تنسوش تشاركوا عندها بالطبيعة في القناة لخاطرها تستاهل، غير معناها روساتيتها الطيارة، أخلاقها تهبل يا البنات. ما نصورش ما فماش شكون ما يعرفهاش. اغزروا لهنا البيتزا كيفاش تكون، تقولش عليكم شارينها من الشارع. راهو شوفوا جويدة وطرية ومهوية بنينة تهبل تهبل تهبل. أهم حاجة يا البنات كي تجيو تطيبوا لازم الكوشة متاعكم سواء بالضوء ولا بالغاز تكون سخونة على الآخر على الآخر على الآخر. وكان عندكم الحجرة متاع البيتزا استعملوها. شوفوا التراوة كما عندكمش حطوا الطاجين. ديما نقول لكم انا استعملوا الطاجين. الطاجين اللي نطيبوا عليه الخبز هذاك طيبوا فيه هو، لخاطر هو يشد السخانه. ملي تحطوا نتوما الكوشه نتاعكم باش تسخن حطوه هو فيها يسخن معاها. نفس الطريقه اللي شفتوني انا حطيت بها الخبيزه نفسها. تحطوا طبق ولا حاجه ملوطه تحت البيتزا نتاعكم وهي نيه وتبدوا بشوي بشوي تهبطوها. شاركتكم نفس الطريقه في قداش من فيديو. اغزروا لهنا التراوه وحدتكم البنات. بالحق التصويره مش محتاجه اني انا نحكي اكثر من هكا. نيرو يرحم والديك ويرحم والدين. بالحق كل حد يشاركنا حاجة تكون ناجحة 100%. الزينة من الروسيتات الفاشلة اللي كل مرة واحد يجربها ويتغدر فيها. بالحق لازمنا نشجعوا الناس اللي تشاركنا الحاجة الناجحة بالحق من قلبهم. قالت مش نقول لكم خليكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.